بالمنع وياخد قرار باحاله للنيابه العامه، لان دي افعال فاضحه وكفايه قله ادب وكفايه قذورات وكفايه بقى. هتقول لي غير المحطه، انا هقعد اكسر بقى التلفزيون؟ لا، هم اللي مؤاخذه يلبسوا هدومهم ويطلعوا. وبعدين هو حضرتك الفن اللي حضرتك بتتكلم فيه، هو انا استمتع بالحنجره واستمتع باللحن واستمتع بالكلمه ولا استمتع لا مؤاخذه بالصدر والنهد والبتاع؟ لا عيب. فانا بقول اهو اساسا، انا بقول الكلام ده السيد النقيب هيلاقي ما زال هناك عقد بين نقابه المهن الموسيقيه ان انا مستشارهم بلا اجر، وده يشرفني طبعا. وبقول لك ثاني كنت مستشار المهن التمثيليه بلا اجر ايضا. بقول ثاني انا كمواطن بقى مصري وكراجل مسؤول قانوني في المكان دون، لا الاستاذ هاني شاكر ما بياخدش مناشدات. الاستاذ هاني شاكر ومجلس الموقف ياخد قرارات، ولا مؤاخذه يعني لا مؤاخذه المرأة اللي مش عاجبها تلبس هدومها مع الف سلامه والف داعيه. احنا بلاش قله ادب، ما احنا عندنا امال ماهر بتقل لابسه ومحترمه، وعندنا شيرين كويسه، وعندنا ماجدة الرومي في هناك، وعندنا يعني عندنا ناس كتير محترمين. احنا ليه بندافع بقى عن العري؟ وكل ما يجي واحد نقيب ياخد خطوه تقربنا من الاخلاق المحترمه نذبح له القطه. ولا لا يا استاذ محمد، ده مش من حقك بقى، كفايه بقى الصوت. حضرتك اقف، حضرتك ليس لك صفه انك تتدخل في عمل نقيب الموسيقيين. جمعيه عموميه اختارته ياخد قرارات ما يشاء. لما ياخد قرارات غلط تيجي الجماعه وتقول لا استوب يا استاذ هاني انت مجلس مش هنتخبك تاني. انما مش معقول يا دكتور محمد كل ما النقابه تاخد قرار، حضرتك انت راجل وعضو في غرفه صناعه السينما على ما اعتقد، دورك في غرفه صناعه السينما تاخد قرار كما تشاء، تدخل افلام اجنبيه ما تدخلش افلام اجنبيه، ده دورك. ولما تغلط في فوق حضرتك اتحاد الصناعات، ولما يغلط اتحاد الصناعات في وزير الصناعه، ولما يغلط وزير الصناعه في محكمه. انما حاله الفوضى اللي احنا عايشين فيها ديت، نسوان قلعه مالت مؤاخذه، وكل واحده جايبه واحد عمال يتحرش بيها علنا ويحتك بيها علنا، وبعدين تتكلموا عن الشباب الصغير اللي بيه فائده يتحرش بالفتيات. لا ده مش اخلاق وده مش فن. ولو هاني شاكر قال مناشده ما اعتقدش ان اخلاقه، هو راجل برضه حاج ويعرف ربنا. وعلى فكره احنا مش متعصبين ومش سلفيين، احنا بنخاف ربنا وعندنا جزء كبير بنحترمه من المبادئ والاخلاق. وانا قلت الكلام ده عندك قبل كده في سؤال في اخر حلقه معاك. طيب خلينا ناخد الدكتور محمد. الدكتور محمد يقول لا مش مناشده، ده يجب انه استاذ هاني شاكر يمنع ويلجأ للنيابه كمان تحبس، وانه اللي بنشوفه مش هستنى انه يغير المحطه. هو بيقول ما تلبس هدومها، مش اغير انا المحطه يعني. يا استاذ وائل اتفضل. تتمنى من الاستاذ مرتضى ان تكون الالفاظ اقل حده من كده، ولا داعي لان احنا نذكر الملابس الداخليه ونقول على الستات الفاظ بهذا الشكل، لان احنا في الاخر. طب ما انت بتشوف يا دكتور محمد ومش منزعج. اكمل كلامي ولا ما اكملوش؟ ومش مكسوف من النسوان العريانه اللي انت بتدافع عنهم؟ انت مش مكسوف؟ أيوة. يا اخي كسف بقى. حضرتك انت مكسوف يعني؟ انت اكثر حده عشان انا وصفت منظر بشوفه وانت بتشوفه، ومش مكسوف من النسوان اللي قلعه ملط. الكسف انت يا اخي، انت اللي تتكسف مش انا اللي اتكسف. يعني احنا هنقف نزعق ولا بنحاول؟ انا بقول لك اصل انت بتقول الالفاظ اللي بيقولها الفاظ اللي انا بقولها، ولا البنت اللي بتقول لك حط مش عارف فين وخمك فين وايه اللي سبب اللي احنا فيها دي؟ بتدافع عن ايه؟ يا دكتور انت بتنتج فن محترم. انا بقول لك اهو قدام مصر كلها، انت من يوم دخلت مجال الانتاج بتنتج انت واخواتك فن محترم، فن راقي. لماذا تدافع عن الفساد والعري دوت؟ طيب نسمعه بقى يا استاذ مرتضى. اتفضل يا دكتور محمد. بص يا استاذ، واحد اللي قاله الاستاذ مرتضى وعرضه القانون، الاستاذ هاني مش من حقه يصدر الاستاذ مرتضى رئيس نادي الزمالك جمعيه عموميه اختارته طبقا للوائح موجوده جوه النادي. النقابه لها لوائح، اما يجي رئيس نقابه بمجلس نقابه خلاص يخرج بره اللوائح اللي مش مكتوبه، مش من حقه يضيف لائحه ولا قانون ولا قرار خارج اللوائح الا بموافقه الجمعيه العموميه. يعني الاستاذ مرتضى النهارده مرتبط بلائحه، سواء لائحه الرياضه سواء لائحه الناس او ما شابه، ما طلعش قرار بره اللائحه والا يبقى في محاسبه. خلاص. اتنين، انا بشوف ان على الناس فكره ان انا اشتم كل الناس. انا سواء بقدم فن، انا قلت انا ضد هذا الابتذال، لكن هذا الابتذال ما يجيش بالمنع. هذا الابتذال ما يجيش بالمنع من النقابه. النقابه تعمل لائحه تقول ان ده ما ينفعش بموافقه الجمعيه العموميه، ساعتها يبقى من حق النقابه انها تمنع او تقول او تعاقب او الى اخره. لكن فكره ان احنا بنقدم فن نضيف
واحنا عايزين نتقرب من ربنا، مفيش حد مش عايز يتقرب من ربنا، لكن الموضوع ما هواش والا نقفل بقى كل الكلام ده اللي هو بيقوله ده. شادية ما كانتش تطلع ولا صباح، خلاص. انت هتجيب شادية وصباح يا دكتور محمد؟ يا استاذي بص يا استاذ وائل، بس على لبس، على الملاحظات، انا بتكلم على لبس، انا بتكلم على لبس لائق، خلاص. اللائق ده رد بس على الملاحظات اللي قالها الدكتور من غير ما تغلط لو سمحت. بقول له طب يا بيه، ما فين هو انت وانا كل ما اقول غلط واحده لابسه بلط تقول لي بغلط، هو انت لابس بلط؟ انا مش فاهم، هو انت ليه حاطط نفسك شخص؟ وانا بقول لك بتغلط فيا دكتور محمد، ليه بتغلط فيا من غير ما تغلط في الجمهور اللي قاعد يسمعك؟ اتفضل. جمهور ايه؟ جمهور ايه؟ بيقول لك من غير ما تغلط في الجمهور اللي قاعد بيسمعك يعني فيه. يا بيه جمهوري بقى، يا بيه الجمهور اللي قاعد بيسمعني ويشوف حضرتك بيسمعني ويسمع حضرتك متأذي من هذه المناظر القذرة الواقعة. حضرتك بتقول اللائحة، لائحة نقابة المهن الموسيقية بتقول الحفاظ على آداب المهنة. من آداب المهنة حضرتك إن الست عايزة تلبس الكلوت تقعد في البيت، وقميص النوم تروح تقعد في الحمام. هذه آداب المهنة يا أستاذ. نمرة 2، حضرتك اديت ناس سلبية في نادي الزمالك، تمام، قلت لك خلاص آداب المهنة. أنا في اللائحة عندي إن لو البنت ده لبست لبس خليع أمنعها من الدخول؟ لا فيش عندي في اللائحة. بمنعها. ليه؟ لانه الناس لما انتخبتني عشان امثل الجمعيه العموميه احافظ على اداب هذا المكان وامن هذا المكان. نمره 2، حضرتك ازاي تقارن ست شاديه؟ ازاي تقارن ست شاديه بدومينيك ولا بتاع دي اللي قالعين؟ ازاي يا دكتور؟ ده اللي حضرتك بتقول ده اللي جريمه. النهارده شوف في لبنان، انا اديت مثل قلت ماجدة الرومي وقلت لسه صغيره مش كبيره، وهناك فنانات محترمات بتقدم فن. يا استاذ الفاضل، انا ليا سؤال، هو الغنى ده بيتعمل بايه؟ بالصوت ولا بالارداف والبتاع؟ انا مش فاهم. بالصوت. انا هات لي دلوقتي كليب الست لابسه هدومها، هاتهولي لابسه هدومها يا فندم. المساله بسيطه جدا، من فضل حضرتك عايزه تغني البسي وتعالي، عايزه تخش الحمام يلاقي مالتي حره. انما حضرتك لما نيجي نهدد بقى نقابه المهن التمثيليه، اول ما الدكتور اشرف عشان مسلسلات رمضان طلع بيان هجوم ساحق ماحق، هو في ايه؟ مين الطابور ده اللي عايز يخرب مصر؟ لا يا فندم يا دكتور محمد، انت كل حد احترامك ورد عليه. هو انت اي حد يقول كلام ضد وجهه نظرك يبقى عايز يخرب مصر؟ يا فندم مش ممكن. يا واحده وانت كل يعني اي حد بيقول حاجه يبقى عايز يخرب مصر. يا دكتور محمد، هو احنا ما ينفعش نختلف؟ يا دكتور محمد ما تخلطش بين اهلاويتك وبين انا رئيس نادي. مش عايزين نعمل اهلاويتك هترد عليا. لا محمد، لا انت كده يا دكتور محمد. لا يا استاذ مصطفى، اسمعني، خد الحوار لمنطقه ثانيه. احترامي ليك. لا خد الحوار لمنطقه ثانيه لو سمحت. انت بتاخد الحوار لمنطقه ثانيه. الموضوع لا اهلي ولا الزمالك. يا دكتور محمد خليني محتفظ باحترامي ليك من فضل حضرتك. وانا بقول لك ما تحترمنيش، ما انا محترمك برضه يا استاذ مصطفى. ما انت عمال تقول لي ان كل حد مش عارف يخالفني في الراي، اقول لك يعني ما انا بقول لك اهو. يعني انا لما طلعت ممكن اسالك سؤال يا دكتور، اسالك سؤال. لما واحده طالعه قلعه عماله تتحرش براجل في كليب، تمام، انا بسال سيادتك، انا دوري كنقيب موسيقيين ايه؟ اجيب لها انا بصراحه الفوطه الصفراء واجيب لها جهز لها الحمام، ولا اعمل ايه؟ قول لي حضرتك اعمل ايه؟ انا دوري كنقابه ايه؟ قول لي حضرتك، قول لي عشان اعمل. انا عايز يبقى حضرتك قول لي والله لما تشوف المنظر دون ولا مؤاخذه النسوان اللي قال عملت دي، انا دوري كنقابه ايه؟ اسقف لها ولا انا بقى هاني شاكر يا سلام عشان ببقاش منافق؟ انت ست عظيمه، بس ليه يعني ممكن بعد اذن حضرتك قصري قميص النوم ده شويه عشان مش عارف ايه؟ ممكن نعمل كده يا دكتور؟ جاوبني. انا ما غلطناش في حق حضرتك ولا في حق الفن اللي انت برضه بقول لك ما زلت انت واشقائك بتنتجوا فن محترم سواء على مستوى السينما او على مستوى المسلسلات التلفزيونيه. حضرتك بتدافع عن ايه؟ ومين اللي منت حضرتك؟ انا اسف جدا، انت انا لما تدخلت ليا صفر مستشار نقابه المهن السينمائيه، مستشار نقابه المهن الموسيقيه، ليه صفر؟ حضرتك تدخلت ليه؟ هو حضرتك مش عضو غرفه صناعه السينما؟ حضرتك مالك؟ لا يا استاذ مرتضى، قول لي بقى حضرتك. ما هوش انا واحد ماشي في الشارع مشاهد. ايه اللي انت عايز تدخل؟ يعني ماشي في الشارع، حضرتك موافق على المشاهد دي؟ ولو مش موافق نقابه الموسيقيين تعمل ايه؟ جاوبني. نقابه الموسيقيين تحط لائحه تعاقب بيها اللي هي عايزاه، لائحه يوافق عليها الجمعيه العموميه. القانون بيقول كده يا فندم. ما فيش قانون على فكره، ما فيش قانون بينظم اللائحه بتاعت نقابه المهن الموسيقيه ولا التمثيليه. بعد اذن حضرتك، قال لي اللائحه دي بتتعمل ازاي؟ لا يا فندم، اللائحه دي اللي عاملاها النقابه، ولو حضرتك يعني بقى ورا شويه كده تعملها النقابه. وانا ما قلتش حاجه، انا قلت يعملوا لائحه
وبناء عليه يجي الجمعيه العموميه تقول موافقين. يا فندم هو الجمعيه العموميه مالهاش علاقه باللائحه بعد اذن حضرتك، يعني لما محمد يعملوا تعديل في اللائحه دي هتطبق عليهم. يا فندم بعد اذن حضرتك الجمعيه العموميه اختارت الناس دي تمثلها، لما اختارت تمثلها في بند كده في اللائحه واحد من دورهم حمايه اداب المهنه. من اداب المهنه ان اللي يطلع يغني ده يبقى يطلع عشان حنجرته ومش عشان لما هو صدره والبتاع اللي ورا، هو ده اداب المهنه وده دوره. يا فندم كده يا دكتور دي حاجه ثانيه بقى. دي وجهه نظر حضرتك، وجهه نظر محترمه يا دكتور، واشكرك على وجهه النظر وتوضيحها ومتشكرين يا استاذ. دكتور محمد العدل الف شكر، استاذ مرتضى منصور الف شكر، استاذ هاني